السلام عليكم. وزير الخارجية السوري أو وزير خارجية أحمد الشرع طلع استعرض خريطة لسوريا، وبيقول دي سوريا بدون عقوبات وبدون قانون قيصر. اتضح إن الخريطة بدون هضبة الجولان. فلما سألوه فين هضبة الجولان في الخريطة سيادتك، قال والله احنا ناس واقعيين، إسرائيل خدت الجولان. فأنت عشان تبقى راجل واقعي تشيل أرض محتلة عندك، أرض عربية سورية، من على الخريطة؟ في فرق تبقى أرض محتلة من إن أنت تشيلها خالص من على الخريطة. وبعدين الجولان لغاية ما أحمد الشرع مسك ما كانتش لسه إسرائيل امتلكتها بشكل نهائي. ده هو بعد مجيئه تم ضم هضبة الجولان عن طريق الكنيسة الإسرائيلي ومباركة ترامب. وطبعا بعد اللي قاله وزير الخارجية أحمد الشرع يبقى كمان بمباركة أحمد الشرع. لو دي الواقعية من وجهة نظرك يبقى كان لازم تشيل السويداء عشان الدروز واخدينها، وكان لازم تشيل القنيطرة عشان إسرائيل واخدها برضه، وجبل الشيخ، وكان لازم تشوف قوات قصد هي مسيطرة على إيه عشان تشيلها هي كمان. كنت في الآخر مش هتلاقي خريطة تعرضها. تعالوا نشوف إيه اللي بيحصل على حدود مصر، السودان وليبيا. في الملف الليبي زي ما مصر عملت خط أحمر سيرة الجفرة في شرق ليبيا، اليومين اللي فاتوا الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل خطوط حمراء في السودان، لا لتقسيم السودان، لا لتفكيك الجيش السوداني، ولا وجود لميليشيات في حكم السودان. ايه علاقة ليبيا بالسودان؟ المشير خليفة حفتر المدعوم من الدولة المصرية في شرق ليبيا بيدعم الدعم السريع مع دولة الإمارات علشان المثلث الحدودي الواصل بين ليبيا ومصر والسودان. طبعا في مصالح بتخلي خليفة حفتر يدعم قوات الدعم السريع بتاعة محمد حمدان دوكلو أو المشهور بحميدتي. طبعا مصر قامت باستدعاء خليفة حفتر لتنسيق الأوضاع، وبعدها على طول زيارة عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني علشان مصر تحط الخطوط الحمراء ويبقى احنا واقفين على خط معين في مشكلة السودان. نروح مشوار قصير شوية لأثيوبيا اللي أقل ما يقال عنها إن هي أداة صهيونية في منطقة القرن الأفريقي. إشاعات عمالين يطلعوها، إحنا اشترينا سلاح، إحنا اشترينا دفاعات جوية من روسيا ومن الصين، وإحنا هنجتاح إريتريا وناخد ميناء عصب عشان يبقى لنا ميناء مشاطئ للبحر الأحمر، عشان بعد كده يبقى كارت في إيديهم وأداة ضغط على مصر يوقف لك طريق قناة السويس. وطبعا مصر محاصرة إثيوبيا من كل ناحية، معاها اتفاق دفاع مشترك مع إريتريا ومع جيبوتي ومع الصومال، والجديد خالص تنسيق مصري مع دولة جنوب السودان. كده يبقى انت محاصر من جميع الجهات بشكل شرعي وطبقا للقانون الدولي ما بيقول. وزي ما الرئيس السيسي بيقول احنا ما بنتدخلش في شؤون حد، لكن مش هنسمح لحد يتعدى ويهدد امننا القومي. طب لو اتحلت مشكلة اثيوبيا وهدأت الامور في اثيوبيا وفي السودان وفي ليبيا وفي كل حتة، يطلع مشكلة جديدة جدا وتظهر دولة جديدة اسمها دولة جنوب اليمن. يعني ايه دولة جنوب اليمن؟ يعني اليمن هيبقى دولة اليمن وعاصمتها صنعاء بيسيطر عليها الحوثيين، ودولة جنوب اليمن وبيسيطر عليها مجلس اسمه المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة واحد اسمه عيدروس الزبيدي. المجلس الانتقالي الجنوبي ده مدعوم من الإمارات، والموضوع ده بدأ يتصاعد في سنة 2015 لما كان المجلس الانتقالي ومعاه الحكومة الانتقالية الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي اللي مسك حكم اليمن فترة قصيرة، وبعد كده حصل خلافات فانقسموا، فبقى المجلس الانتقالي الجنوبي مدعوم من الإمارات، والحكومة الشرعية القديمة مدعومة من التحالف العربي أو تحديدا السعودية. الفترة اللي فاتت قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات انتصرت، والقوات المدعومة من السعودية انسحبت من المشهد علشان يحصل الكلام على انفصال دولة تسمى بدولة جنوب اليمن ويرأسها عيدروس الزبيدي، اللي صرح وقال احنا منفتحين على الانضمام لاتفاقيات ابراهيم للتطبيع مع اسرائيل. وبكده نكون عرفنا هم مدعومين من مين غير الامارات، طبعا امريكا وبريطانيا واسرائيل. الدولة دي بتقع مباشرة على خليج عدن وعلى مضيق باب المندب،
يعني انت عندك اثيوبيا من هناك بتحاول تعمل لك مشكلة في مضيق باب المندب عشان توقف لك الملاحة، والناحية التانية ظهر دولة جديدة جدا بتقول لك انا مستعد اطبع مع الكيان، وبرضه بتقع على مضيق باب المندب اللي ممكن يوقف لك حركة التجارة الى قناة السويس بكل سهولة. فين دولة في العالم ممكن تتحمل كل الضغوط والحصار اللي بتتحمله مصر وواقفة على أرض ثابتة، وقيادتها بتقول على خطوط حمراء محدش يقدر يتعداها؟ ونروح لزيارة مرتقبة ومهمة وكل وسائل الإعلام بتتكلم عنها، زيارة نتنياهو إلى الرئيس ترامب في منتجع ترامب في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا. ورايح وهو معاه كذا ملف: ملف زيادة التدخل العسكري في سوريا بحجة محاربة داعش، وملف الحرب في الداخل اللبناني على حزب الله. والملف الأكبر والناس كلها بتتكلم عنه هو ضرب إيران. بحجة إيه؟ بحجة إن هم الفترة اللي فاتت بيعملوا تجارب وبيطوروا النظام الصاروخي الإيراني، وده على أساس إن هم أصلا دمروا يعني البرنامج النووي الإيراني. وهنا السؤال: هل إيران اليوم اللي عايزة أمريكا وإسرائيل تضربها هي إيران اللي كانت في حرب ال 12 يوم، اللي تم اختراق دفاعاتها الجوية، اللي مجالها الجوي كان مستباح؟ ولا هنشوف إيران اللي تم تسليحها من الصين ومن روسيا، وتم القبض في الداخل الإيراني على خلايا تبع الموساد، وهنشوف صواريخ باليستية قوية، وهنشوف مسيرات ترعب الداخل الإسرائيلي؟ وطبعا زيارة ترامب لنتنياهو لا تخلو من الالتفاف حول اتفاق شرم الشيخ علشان ما يسلموش غزة وعلشان يغيروا كلامهم، والعلاقة مع مصر. بس احنا عايزين نرد ونقول له حاجة: اللي قال لأ مرة واتنين وتلاتة يقدر يقولها على طول، واحنا واثقين في ربنا وفي رئيسنا وفي جيشنا. أخيرا نروح لمشوار بعيد شوية: فنزويلا والهجوم المرتقب الأمريكي على فنزويلا علشان يسرقوا النفط الفنزويلي. اتكلمنا قبل كده وقلنا بالحرف إن فنزويلا مشكلتها حلها في إيد شعبها. الشعب لو تضامن مع أمريكا ووقف ضد حكومته وضد رئيسه وضد مؤسسات بلده، قول عليهم يا رحمن يا رحيم. لكن الشعب لو وقف مع حكومته ومع مؤسسات بلده ومع جيشه ضد الغزو الأمريكي، هيكون في كلام تاني. اليومين دول الجيش في فنزويلا بيسلح المدنيين، بيسلح كل واحد يقدر يحمل السلاح داخل فنزويلا، بيديله بنادق وبيديله ذخيرة. مفيش دولة قدرت تحارب جيش بشرطة بمؤسسات دولة والشعب. أظن الموضوع لو كمل بالطريقة دي والشعب كله اتسلح هناك، أمريكا مش هتعرف تسد قصاد الدولة دي.